عشان تعرف ليش نادرًا أو يمكن قليل جدًا تسمع إن في مرة انتحرت. خليني أقول لك حادثتين أنا واقعيًا وقفت عليهم وشفتهم بعيوني. الحادثة الأولى لرجل عربي مسلم من دولة ما أبي أقول اسمها، دولة قريبة جدًا. هذا الرجل فوق ال50 سنة، مغترب، زوجته وعياله في ديرته، هناك مشاكل أسرية، مشاكل مالية، مشاكل اجتماعية ما استطاع أنه يتغلب عليها ولا استطاع يمكن أن يعبّر عنها بشكل مطلوب أو يجد لها حل. فهذا الرجل قرر فجأة يدخل إلى أحد دورات المياه، غاب عنه فترة طويلة، عندما دخلنا وجدناه منتحر. الحادثة الثانية لرجل يمكن غير عربي وغير مسلم لكنه رجل متزن كما يظهر لنا. هذا الرجل كان عسكري سابق. الرجل هذا فجأة قرروا أن يبون يرحلونه إلى دولته الأصلية. رفض هذا القرار، كان يريد أن يبقى في هذه الدولة، كان يواجه بعض المشاكل في دولته الأم، فبالقوة أرادوا أن يرحلونه. فحاوطوا في بيته، صعد إلى الدور الثاني وهدد بأنه سيلقي نفسه، راح ينط، وفعلا سواها ونط على راسه. سبحان الله، مات على الفور. حادثتين تبين لك أن القرار في إنهاء وإزهاق هذه الروح قد يكون في لحظات. دكتور أحمد الملا طبيب نفسي، كنت أشوف له مرة أحد المقاطع أو كنت أشوف له برنامج كان في تلفزيون دولة الكويت، كان يتكلم عن الاكتئاب ومآلات الاكتئاب وما يؤدي به الاكتئاب في الإنسان. يقول في أحد الدراسات الاستطلاعية جابوا حالات شرعت في الانتحار، حالات في أمريكا شرعت في الانتحار وكانت يعني خلاص أقدمت على الانتحار، لكن لسبب ما يمكن ما صار، إما أنه شق نفسه ما مات أو أنه حاول يقط نفسه لكن ما صار أو غيرها وغيرها. فسألوهم سؤال، قالوا لهم شنو حسيت في اللحظة اللي حبيت أو قررت أنك أنت خلاص أنا الحين رايح ومقدم أبي أذبح نفسي أو بانتحر أو بقط نفسي أو غيرها. الغريب أن كلهم جاوبوا تقريبا بأن جميعهم شعروا بشيء من السواد أمام عينهم، شيء وكأنه يحجب عنهم الرؤية. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. يعني شوف، تخيل من كثر الظلمة أنت إيدك تطلعها ما تقدر تشوفها ولا تقدر حتى يمكن تعرف وين مكانها. هذه الظلمة، هذه السواد هذا اللي يحجب عنك الرؤية وليس النظر، ما يخليك تفرق بين الحق والباطل، ما يخليك تفرق بين الحلال والحرام، ما يخليك تفرق بين الصح والغلط في هذه اللحظة. قد تتخذ قرار لما تصعد فوق إلى دور ثاني ثالث تبي تقط نفسك، هذا القرار في اللحظة العادية أنت مستحيل تفكر تسويه وتعرف وتعرفه أن هذا ضرب من الجنون، لكن في لحظة اللي تغيب فيها هذه النفس عن الفكر الصحيح وعن البصيرة، أنت ممكن تتخذ قرارات غير مدروسة، قرارات غبية، قرارات غريبة، قرارات أنت ما تلقي لها بالا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ من قهر الرجال، كان يتعوذ من الهم، كان يتعوذ من الحزن. هذه كلها مشاعر وأفكار قد تتغلب عليك وعلى نفسك وتدفع بنفسك إلى اتخاذ قرارات متهورة. كنت يوم من الأيام أكلم واحد من الشباب أسأله سؤال، أقول له هل تنتحر المرأة؟ يعني بمعنى هل المرأة عادة تنتحر؟ هل تسمع بأخبار انتحار المرأة؟ هو من النادر أنك تسمع هذا الشيء. وبدأنا نتحاور يعني في كيف أن فعلا كل حوادث الانتحار هي مرتبطة بالرجال، بالذكور. هل هذا شيء يعيب؟ وطبعا قطعا أنه يعيب، لأن الإنسان يعني مو مطلوب منه أنه ينهي حياته، وهذا من الشرع تكلموا فيه الكثير ومآلاته وكيف يعاقب الله سبحانه وتعالى الإنسان المنتحر. الآن هذا شيء، هذا جزء من الحوار. كان الجزء الثاني من الحوار كان يتطرق إلى فكرة فعلا لماذا ينتحر الرجال ولا تنتحر المرأة. فكنت أبحث في أحد المقاطع في اليوتيوب، سبحان الله وقعت على فيديو يوتيوب لأحد الأشخاص المهتمين بعلم النفس، هو إنسان دارس علم النفس وأيضا إنسان تربوي، فبدأ يتكلم عن ظاهرة قهر الرجال، وبدأ في شرح هذا المعنى وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ من هذا الشيء. قهر الرجل يصل إلى درجة من كتمان هذا الغيظ، أنه يكتم هذا الحقد في داخله، قد يكون حزن، ظلم،
يشعر بأنه يريد أن ينفجر ولا يستطيع أن يعبر، فدرجة هذا الكتمان الذي لا يستطيع بها رد المظلمة عن نفسه أو رد الظلم هذا أو رد الكره أو العداوة، فيجد نفسه مقهورا أي مكسور القلب، ما يستطيع أن يدفع شيء عن نفسه. فتؤدي به المرحلة إلى أنه فعلا هذه المشاعر قد تكون أشبه بجدر ضغط. جدر ضغط أنت الآن تتركه على النار وتحكم إغلاق هذا الجدر مسكر عدل، والدخان والبخار من داخل قاعد يطبخ. إيش قاعد يصير الآن؟ هناك قدر من الضغط العالي في هذا الجدر، لأنك لو فتحته فجأة شنو راح يصير؟ انفجار. لكن أنت شنو المطلوب منك أن تسويه؟ تنسم هذا الضغط، يطلع هذا البخار شيئا فشيئا وتسكر النار من تحته أو تشيله من على النار، وتنتظر إلى أن يفرغ كل الضغط اللي فيه، كل هذا البخار، ثم تفتح هذا الجدر. بالضبط هذا المطلوب منك أنت كرجل أو أنت كامرأة. احنا اليوم نتكلم عن الرجل لأن الظاهرة معنية بالرجل أكثر منها في المرأة. المرأة إنسان وكائن تعبيري، كائن عاطفي، فمنذ ولادته البنت الصغيرة من أنها تولد تبكي عادي، تكبر شوية أيضا تبكي عادي، تكبر أكثر أيضا تبكي عادي، توصل إلى مرحلة ممكن 50 و60 سنة وما زالت تستطيع أن تعبر بالبكاء، بالصراخ، بالنواح، بالتحلطم، بالتذمر، بالنياحة، بالحنحنة. أما الرجل لا، منذ الصغر عيب أنك تبكي أنت ريال، كبر شوية عيب أنك تبكي أنت ريال، كبر أكثر هو يقول لنفسه عيب أنا أبكي لأني رجل، يكبر أكثر ليس مطلوب منك أن تبكي لأنك رجل. فهذه القدرة على التعبير مسلوبة منه، وهذه ليست تعيبة، إنما لأن الله سبحانه وتعالى خلقه بهذه الفطرة والغريزة أنه هو قوام قائم على آخرين، فلذلك مطلوب منا الجلد ومطلوب منا الصبر ومطلوب منا أيضا أن يكون صلدا صبورا وصلبا في تحمل كثير من الأمور.